كرة القدم المغربية تعيش أيام المجد والتألق بين صولات النجوم في الملاعب الأوروبية وبروز مواهب واعدة في البطولة القارية. مساء الثلاثاء كان موعدا استثنائيا لعشاق المستديرة، حيث خطف النجم أشرف حكيمي الأضواء بتأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف حاسم، فيما كتب أشبال المنتخب المغربي قصة شجاعة ببلوغ نهائي كأس إفريقيا بعد مباراة ماراثونية أمام كوت ديفوار. بين سحر الأقدام ودموع الفرح، يتأكد مرة أخرى أن المغرب بات قوة كروية صاعدة لا تهاب الكبار ولا تغيب عن منصات التتويج. سجل النجم المغربي أشرف حكيمي هدفا حاسما أمام أستون فيلا مساء الثلاثاء ليقود باريس سان جيرمان نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. وضمن الفريق الباريسي مقعده في المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا بعد أن تخطى عقبة أستون فيلا بصعوبة بمجموع 5 أهداف ل4 في لقاء الذهاب والإياب، حيث فاز باريس ذهابا ب3 أهداف ل1 بملعب حديقة الأمراء، قبل أن يخسر إيابا ب2-3 بملعب فيلاب بارك في مباراة شهدت توقيع حكيمي على هدف مؤثر منح فريقه بطاقة التأهل. وبذلك الهدف يكون حكيمي قد بلغ 20 مساهمة تهديفية هذا الموسم، وهو أفضل رقم في مسيرته الاحترافية، متجاوزا رقمه السابق مع بروسيا دورتموند موسم 2019-2020 حين ساهم ب19 هدفا. ولم يتوقف تألق حكيمي عند هذا الحد، بل تمكن أيضا من تحطيم رقمه القياسي الخاص بعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد، بعدما صنع 14 هدفا في 41 مباراة مع تبقي جولات في الموسم. حكيمي أظهر هذا الموسم نضجا كبيرا، وأضحى ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب لويس إنريكي، حيث يشغل مركز القائد الثاني للفريق خلف البرازيلي ماركينيوس. ونتيجة لمستوياته الرفيعة أصبح ثاني أغلى ظهير أيمن في العالم بقيمة سوقية تصل إلى 65 مليون يورو، خلف نجم ليفربول ألكسندر أرنولد بفارق 10 ملايين. أما على مستوى الرواتب فيتصدر حكيمي قائمة على الأجور بين أظهرة العالم بعد توقيعه عقدا جديدا يدر عليه حوالي 14 مليون يورو سنويا. وفي فبراير الماضي صنفته عدة منصات كأفضل ظهير أيمن في العالم لهذا الموسم، متفوقا على أسماء وازنة مثل أرنولد وكول كوندي وغيرهم. وبهذا الأداء أصبح حكيمي أبرز المراجع للاعبين الناشئين والشباب في مركز الظهير الأيمن. وسيعود حكيمي مؤقتا للتركيز على الدوري الفرنسي، حيث يستعد رفقة فريقه لمواجهة لوافر السبت المقبل في لقاء تحصيل حاصل بعدما حسم باريس لقب الدوري. وفي سياق آخر من التألق الكروي المغربي، حجز المنتخب الوطني تحت 17 عاما بطاقة التأهل إلى نهائي كأس إفريقيا عقب انتصار مثير على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح ب4-3 في مباراة نصف النهائي التي جرت مساء الثلاثاء على أرضية ملعب البشير بمدينة المحمدية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وتحتضن المملكة المغربية النسخة 15 من كأس إفريقيا تحت 17 عاما ما بين 30 من مارس و19 من أبريل، بمشاركة نخبة من أبرز المواهب الإفريقية في مدن الدار البيضاء وبرشيد والمحمدية والجديدة. ويزخر المنتخب المغربي بعدد من الأسماء الواعدة التي شدت أنظار عدة أندية أوروبية، في مقدمتهم زياد باها أحد هدافي البطولة، وعبد الله وزان لاعب أياكس أمستردام، وإلياس بالمختار لاعب موناكو الفرنسي. دخل أشبال الأطلس اللقاء بعزيمة كبيرة، وسيطروا على مجريات الشوط الأول بمحاولات هجومية متواصلة، لكنها افتقرت للمسة الأخيرة. وفي الشوط الثاني واصل المنتخب ضغطه أمام دفاع إيفواري منظم وتألق لافت من حارس كوت ديفوار، ليبقى التعادل السلبي مسيطرا حتى نهاية الوقت الأصلي. وحسمت بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح، حيث تألق الحارس شعيب بالعروش بتصديه ل3 ركلات رغم إضاعة لاعبين مغربيين لمحاولتيهما هما عبد الله وزان وإلياس بالمختار، ليحسم المنتخب المغربي المواجهة بنتيجة 4-3. وسيلتقي المنتخب المغربي في المباراة النهائية منتخب
منتخب مالي الذي تجاوز نظيره بوركينا فاسو بثنائية نظيفة في نصف النهائي الآخر. وتقام المواجهة النهائية يوم السبت على الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة. وبهذا المشهد الرائع من التألق يثبت نجوم الكرة المغربية سواء في الملاعب الأوروبية أو الإفريقية أن المغرب حاضر بقوة في الساحة الكروية، وأن القادم سيكون أفضل بإذن الله، من هدف حاسم لأشرف حكيمي في دور الأبطال إلى تأهل تاريخي لمنتخب تحت 17 عاما لنهائي كأس إفريقيا. إنجازات تؤكد أن الكرة المغربية تسير بثبات نحو القمة. إن أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد عن الكرة المغربية والعالمية، مع تفعيل زر الجرس حتى تكون دائما في قلب الحدث. شاركونا آراءكم في التعليقات وانتظرونا في فيديو جديد بإذن الله.